عسلامة منظر تنورت اليوم. كيما عرفنا نجاحات في التسعينات الثمانينات والألفينات، اليوم نشوفوا منظر في عرض فريد من نوعه. لو تحكي لنا شوية على عرض اليوم، شنو كيفاش لقيت تفاعل الجمهور بنزرت معاك؟ ظهر لي أول مرة على مسرح بنزرت. بالنسبه لبنزرت جيت مهرجانات اخرى، لكن مهرجان بنزرت لي اول مره. كانت مسؤوليه كبيره. الحمد لله ربي معناها فرحان برشا، طاير بالفرحه، لانه تفاعل كبير برشا، حب كبير برشا مع الجمهور. ماذا بينا زدت قطع السين صدقني معناها. دونك شكرا لجمهور بنزرت، والحمد لله على التفاعل هذا. بالنسبه لاول عرض انتو تروشيخه اول مره نعرضوها معناها، كان في مهرجان بنزرت، مهرجان كبير. دونك الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله ديما متالقين. وقتاش بس نشوفوا منظر وحده، على خاطر عندك ريبرتوار تنجم تكون عارض؟ لا انا درت برشا مهرجانات وحدي، لكن التجارب في بنزرت وان شاء الله. لكن تو انا الولايد الجديد هو انتو تروشيخ، دونك مركز برشا مع انتو تروشيخ، مع سفيان وفوزي والمجموعه الكل. دونك نمشوا لبعيد بهذا وبعد يعمل الله. اختيار سفيان معاكم اللي عرفناه في التمثيل اكثر، لقيتوا فيه اضافه كبيره للعرض؟ اكيد داخلين سفيان عادي دفع كبير، معناها لجماليه الصوره، لانه سفيان الفات انه يكون موجود هذاك تفرح وتطمئن، لانه الجمهور يحبوا برشا، دونك تستلذ بالمحبه هذيك، تطلع على الركح مرتاح. دونك وجوده مهم جدا، وجوده مهم في تجربه جديده مع فنان ممثل كبير، معناها انه يخوض تجربه كيما هذه في الغناء معي انا وفوزي، زاد حاجه حلوه برشا كان ينجم يعملها معي حد اخر. ما تتصورش احنا برك اقترحنا برشا، رانا اقترحوا، لكن سفيان حبت انه يكون موجود معنا في المجموعه، دونك حاجه مهمه جدا. وراك شوف الاضافه بتاع سفيان اليوم وتتفرج من بعد وتسمعوا كلامي برشا ان شاء الله. توك نحكي مع واحد من الجمهور، قلت له منظر كمل، قال لي ليه ما كمل كما نسمع آية النخلة. ظهر لي ولات كلمة رح تتعاون. اي انا عملت آية النخلة في الاخر بكل خاطر انا دوما طلعت قلت آية النخلة كردنا نقولوا عيط. شو ساعة غناية تنجح تعمل لك مشكلة، يعني بكري الشيخ وتفاعلوا وشطحوا وصفقوا وكذا وشعلوا التليفون، لكن يستنوا فيها النخلة. راك شوف فيها النخلة ايش عملوا معناها. لك الحمد لله ان شاء الله تجي. واللي لا تخلى يا ولدي، مش تخلى يا ولدي، الشب ولا خلاها يا ولدي، واللي لا تخلى لا العاود هي النخلة، واللي لا تخلى هي الليل، واللي لا الزين حاجة تكسر هاي النخلة وتعطينا انطلاق اخر. راديو بتاعنا اسمه راديو الجيل الذهبي، كلمة للجمهور الجيل الذهبي، جيل التسعينات الثمانينات. الجيل الذهبي انا هو اللي تحكي عليه، الجيل الذهبي يعني جيل التسعينات وكل. ايه خويا شو احنا راهو الجيل الذهبي معناها من احلى الفترات فتره التسعينات، لكن التونسيه 97 مع كريم العراقي مع فريق كبار، لكن زاد 2025 عنده طعم خاص وشباب حلو برشا، والفنان الصحيح والفنان اللي يعرف يتجدد ويعرف يكون موجود. من هنا قدام الناس الكل قدام الكاميرا نوجه لك الدعوه بس تكون انفيتي معنا ان شاء الله في يوم من الايام في راديو الجيل الذهبي. ابعد على الصيف ونجي هذاك في الشتاء ان شاء الله. في الشتاء ان شاء الله. يبدا نهار اثنين. اوكي فهمت. يا خليل الخير الله صلي على النبي. سفيان نورت بنزرت وبنزرت نورت بيك اليوم. سفيان عرفناه في الكوميديا، عرفناه في يضحك في العباد، يسيخ العباد. اليوم بس سيخنا من نوعيه اخرى. تحكي لنا شويه على العرض بتاع اليوم. والله صح شو باش نقول لك. خويا بنزرت مهرجان على بزو معناها الامانه. انا الحقيقه اول مره نحضر. اللهم صل على النبي، ما شاء الله تبارك الله، من جمهور ومن جو ومن شيخه بالحق. انا حتى اخترنا الكلام جاي في بلاصته بالضبط. انا شيخه متعه، حاجه تعمل 66 كيف. وان شاء الله يا ربي العبد لله ان شاء الله الليله نقدم حاجه هكا اللي تشيخ الناس ونقعدوا شيخين وفرادين ان شاء الله. حضرنا اللي والله شويه اغاني ما انا فهمتي ولا معروفه، ما انا فيها الجو البدوي، فيها الدنيا الاخرى ان شاء الله. الراديو بتاعنا اسمه الجيل الذهبي، ممكن تعتبرني الجيل الذهبي ان شاء الله. كلمه تقولها لابناء الجيل الذهبي ان شاء الله تكون معنا ضيف في يوم من الايام. شوف احنا نقولوا ديما اجيال تخلف اجيال.
ان شاء الله الجاي يحترم اللي قبل، واللي انا كما نقولوا احنا الجيل القديم ماهوش بالضروره يكره الجيل الجديد، ولا العكس، ولا الجيل الجديد يبدا متقلق من الجيل القديم. هي اجيال تورث اجيال، وان شاء الله الجاي خير، وان شاء الله يا ربي ديما تبدك العلاقات والتواصل بيناتنا هو المهم، وربي يوفقنا الناس ميرسي الكل. سفيان، ان شاء الله بالتوفيق، واكيد الدواء دود. يا ربي يخليك. حب جديد حب جديد والله يا ريت يريد ما جانيش النوم ما جانيش النوم. ايوه فوزي، اول عام ناول زيت لهنا مع سمير وسيف في عرض بنت الحي وام السفسيري. السنه رجعت في عرض سيخه، علاش ما نشوفوش فوزي وحده اللي نعرفوا الناس الكل 33 سنه، ونعرفوا اللي عندك جمهور وفي الريبرتوار انك تنجم تغني في اقوى المسارح وحدك. والله شوف، ساعة تحية ليك والطاقم اللي معاك والجمهور اللي يتفرج فينا. نجم نغني وحدي اذا كان. شوف انا قلت لك قبل، انا ديما منفتح على الموسيقات الموجوده، منفتح على زملائي. غدوه عيط لي مثلا اي فنان تونسي باش يضيف لي ونضيف له، يقول لي نعملوا ديو نعملوا حفله، ما نقولوش لا. تكون حفله كما هكا مشتركه، ويكون مع زملاء ممتازين عندهم باع وذراع، ما نقولوش لا. كان عيطوا لي وحدي نمشي وحدي. مثلا انا توا في 7 اوت عندي في جمال وحدي، في 31 عندي في سوسه وحدي، يعني عادي. فهمت؟ يعيطوا لي مع زملائي نمشي، ما نقلقش. فوزي، قرار منع المزود لان انا اعتبره منع في قرطاج، تعليقك عليه رغم انه نشوفوا فنانين وتريين يستعملوا في آلة المزود، علاش عمل حكم انه فنان شعبي موجود في قرطاج؟ خويا علقت لي نعيط فيه والله، عييت انا. شو تحب نقول لك خويا اللي ربي يهديهم، والله ربي يهديهم صراحه. انت هيك شفت يعني توا انت هذا مش يعكس القرار اللي اتخذ من وزاره الثقافه اللي شفته اليوم انت كصحافي كاعلامي وكاعلاميين. مش يعكس اللي القرار اللي خرج السنه يا رسول الله. علاش؟ الناس ما عندهمش حق باش تسمع المزود، الشعب ما عندوش حق باش يسمع الراب. عنده حق ولا؟ اي. علاش تقصيني انت؟ علاش تقصيني من محبيني؟ علاش تقصيني من احاسيس الناس؟ علاش تحب تنحيني انت من جذوري تقلعني؟ علاش؟ خليني مع جمهوري، والجمهور له الحكم. كان انا اخليت بشيء وما ارتقيتش بالذوق العام وقتها نحيني. اما ما شاء الله من اختيار سفيان الدهس في عرض سيخه ضربة معلم. لا مش انا اخترته، اختاروا منذر، وعنده جمهوره وعنده قدم اضافه عبر بلاصه. نعم يا سيدي. خاطر يهمنا تقييمك انت لا لا، كاسطوره من اساطير الفن الشعبي. عنده فنان كبير، عنده ميزته وعنده نوعيته من في فنه، وسفيان يستاهل كل خير بس تعطيها العسل. 10 على 10. ميرسي فوزي. ربي يخليك، بارك الله فيك. الله يسلمك. صح قبل كل شيء مرحبا بكم انتم صحفيين اللي قاعدين تواكبوا في التظاهره الثقافيه هذيا في مهرجان بزارة الدولي. وبصراحه تامه ومره اخرى يضرب مهرجان بزارة الدولي بنجوم الفن الشعبي فوزي بن قمره وسفيان الدهج ومنذر بن عمار. حقيقه العرض متميز على باقي هذه العروض، وخاصة الفنان الكبير والقدير والمتألق واللي عنده شعبية كبيرة في مهرجان بزارة الدولي هو فوزي بن قمره. العرض ناجح على كل المقاييس. يظهر لي الجمهور تفاعل مع الفنان فوزي بن قمره لأنه عنده كاريزما وعنده شعبية كبيرة في بنزرت، وهذا ما يدل كونه العرض نتاعو ناجح. وهذا يعني كما نقولوا احنا شيء يفرحنا وشيء يعمل كيف. ان شاء الله ربي يوفقه في المسيرة الفنية نتاعو، ان شاء الله مزيد تألق ونجاح، ان شاء الله ربي ديما الفرحه في قلوبنا ان شاء الله يا رب. بالنسبه لك انت نجح عبد الشيخ بطبيعه الحال للامانه فقط احنا من غير رمي ورود ولا مجامله، لازم نحكيو بالواقع. يعني كي نجيو نشوفوا فوق 10,000 متفرج ما يدل كونه كالعرض ناجح. سيدي جا فوزي بن قمره يعني غني على الطريق، مانيش انا جاي اليوم باش نقول لك كونه فنان كبير وناجح. هو عنده تاريخه من لي 14 يغني غنايات وذل غني على الطريق. كيما نجيبك كيما جواباتك كيما يا ميمتي هي مصافتني كيما يا قمر الليل، هذوما من قبل ناجحين. يعطيك الصحة زمن الايام. يعني هو يعني كما نقولوا احنا يقعد فنان كبير، يقعد فنان على قيمه ثابته على المسرح، كاريزما.
واحنا بالحق يعني فوزي يقعد نجم الفن الشعبي بلا منازع بصراحه تامه. ان شاء الله ربي يوفقه والله ان شاء الله. عايشك ميرسي بوكو. اليوم الشيخه بيطبعنا الشيخه للصباح هذيك تجربة سفيان داش بس يقعد في التلفزة الدخلة باهية على الآخر حسنا والله أحسن وحدة شكرا عملت جو فرح بينا برا قال ايش قولك السهرية بتاع الهبة زين فوزي بالكاميرا بالطبيعة كنا نعرفوه هكا حطيتوني بالكاميرا هكا. المهم شختوا اليوم شيخة صحيحة انت بالزرطية منها شنو شرفوا مرحبا مرحبا. المهم عملتوا جو شفتوا ما تحبيش نتكلم بس ناخذوا الاجيال كلنا احنا وش انا والله سهل معناها شيخة هو اسمه عرض شيخة شنو عجبك شنو احسن حاجة؟ لنا الايقاع ديما الايقاع هيك وشنو رايك في تجربة الديت؟ ليه كلهم محليهم والله ما شاء الله عليهم. معناها شيخة شيخة I love you. عسلامة قولي شنو رايك في الحفلة صباح؟ ياسر جو بالعكس كنا متشوقين لها برشا وعناوين على جو هكا محليتي بنزرت الحق. شيخة بالرسم شيخة ان شاء الله يعاودوا علينا جست شقول ايش رايك في الديش اول مرة معناها يطلع المسرح محلي أول مرة نسمع يغني وعمل جو هكا ديما نتفرج فيه في التلفزة هو ممثل أمام محلي وبغابو بالتوفيق ليه. بيان سور عندها فوزي بالقمرة دائما الأجيال كنت نستنى فيه عندي وين أول مرة نحضر له أول مرة نحضر له هو التزام الأجيال بالحق هذاك فوزي بالقمرة وعجبك المهم العرض شخص إن شاء الله كل عام يجيبونا هكا محلي إن شاء الله شو تحب تقول آخر شو تحب تقول؟ نحب نقول لهم برافو إن شاء الله ديما يجي لنا البنزرت ومحليهم وبالتوفيق ليهم. أي مرة جيت بنزرت صراحة شعب المهم انت شخص سبوع على الجو اكيد شيخة اليوم